ولهذا من اليسر أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينه. فاظفر، انتبه، فاظفر بذات الدين تربت يداك. من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولهذا من اليسر التيسير في المهور، التيسير في طرح الشروط، وعدم التشديد في ذلك الذي يفضي إلى ماذا؟ إلى بقاء المرأة عانس. مرأة كان يتقدم لها الخطاب واحدا تلو الآخر، والأب يحتجزها بشروط لأنها موظفة وتستلم راتب، ويخشى إذا تزوجت ذهب الراتب، وصلت إلى 20 إلى 30 إلى 40، حصلت لهذا الأب وعكة صحية فنقل إلى المستشفى، فجاء أخواتها وإخوانها لأخذها كي تزور والدها، فلما رأته وشعر الأب بدنو الأجل واقتراب الموت نظر إلى ابنته بنظرة براءة ونظرة عطف وحنان، وقال لها: سامحيني يا ابنتي. قالت: والله لن أسامحك ما حييت، حرمتني من الزواج، من الأولاد، من أجل مال. هذا الحال عند كثير من النساء. تموت بعض النسوة وقد بلغت 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة وهي عذراء. لهذا من التيسير